صباح الورد. الفيديو بتاع النهاردة صورته لكم مدة طويلة قوي، لكن للأسف اتأخر في النزول لأنه كان عندي شوية قلق كده، والحمد لله أول ما القلق راح قلت أنزل لكم الفيديو ده علشان ألحق بيه موسم الصيف قبل ما ينتهي، لأن الصنف بتاع النهاردة مناسب قوي لحر الصيف. هقدم لكم الصوبيا الحلوة والمززة بطريقة اشهر المحلات اللي موجودة في السيدة زينب، واسمه صوبيا الرحماني. الصنف ده من الحلويات عمره اكتر من 104 سنة، نوع من الحلويات اللذيذة جدا اللي بتناسب حر الصيف، ومحل الرحماني هو الوحيد اللي بيقدمه بالطريقة دي. هنتعرف مع بعض على سر المطة بتاعت صوبيا الرحماني، ونتعرف على طريقة عمل صوبيا الرحماني بالمقادير، ويلا بينا نبدأ حلقتنا بسرعة. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. وتعالوا يلا نشوف المقادير. بجيب كوباية من الرز المطحون، ودي بقى سر المطة بتاعت صوبيا الرحماني، انه انا مش بستخدم الرز صحيح زي ما هو وبعدين ارجع اضربه في الخلاط، لا، انا استخدمت هنا كوباية من الرز المطحون جاهز، وبضيف على الرز المطحون 4 كوبايات من المية، وبقلب كويس جدا على البارد، وبعدين برفع الخليط ده كله على النار. بس لازم النار تبقى هادية جدا، وببدأ اني اقلب تقليب مستمر، لان الرز طبعا وهو مطحون بيبتدي يترسب في قاع الحلة، فممكن يتحرق مني وده بيبوظ الصوبيا. فببتدي اقلب بشكل مستمر على نار هادية، وطبعا ده مش بياخد وقت خالص لان الرز وهو مطحون بيستوي بسرعة. وده بقى القوام المطلوب للصوبيا دي، وهي طبعا سخنة. لما بتبتدي تبرد وتهدى القوام بيتقل اكتر، لما بتبتدي تحط في التلاجة القوام برضو بيتقل اكتر واكتر. وطبعا انتي بتعرفي ازاي تتحكمي في قوام الصوبيا، يعني لو سبتيها على النار اكتر بيبتدي القوام يتقل زيادة، فحسب رغبتك. برفعها بقى من على النار، ومش محتاجة اطحنه قبل ما احطه في الخلاط، لان الرز كان اوريدي مطحون جدا وما فيهوش اي تكتلات خالص. بستنى بقى يبرد ويهدى، وباخد منه من الخليط خليط الرز اللي انا عملته ده، باخد منه 2.5 كوبايات واحطهم في الخلاط. شايفين القوام تقيل ومظبوط ازاي؟ وببتدي احط على الخليط دوت كوب من الحليب، معلقتين من جوز الهند المبشور، 4 معالق من الكريم شانتيه. انا مستعمله هنا كريم شانتيه ماركة دريم، بيدي نكهة وطعم حلوين قوي. بحط منه 4 معالق، وبحط كيسين من الفانيليا. وفي الصوبيا ما ينفعش الفانيليا اللي هي السائلة اللي لونها بني دي، علشان ممكن تدي لون وحش معايا في الصوبيا. وبحط معلقتين من القشطة البلدي، و4 معالق من السكر، ده طبعا حسب الرغبة، حابة تزودي اوكي، حابة تقللي حسب رغبتك. وباخد الخليط ده كله اضربه في الخلاط على سرعة عالية، وبكده يكون الصوبيا الجزء الاول، الصوبيا الحلوة بقت جاهزة للتقديم. بحطها في الكاسات، وبضيف عليها بقى، شايفين الاول القوام عامل ازاي؟ قوام تقيل ومظبوط، وكل ما قعد في التلاجة بيتقل اكتر، لان الصوبيا دي اصلا بتتاكل بالمعلقة مش بتتشرب. بحط عليها مكون حلو جدا وبيفرق جدا، وهي الجوز الهند الشرائح اللي انتوا شايفينها دي، غير طبعا جوز الهند المبشورة اللي انا ضفتها في المكونات قبل الخلط. بضيف جوز الهند الشرائح دي، بتدي طعم جميل جدا وبتفرق جدا في الصوبيا. وببتدي اعمل الجناش بتاعي باكتر حاجة بحبها في الدنيا، هي القرفة. وطبعا بتزودي او بتقللي حسب الرغبة.
في طرق كتير جدا للتزيين، بس دي الطريقة طبعا الأصلية بتاعت صوبيا الرحماني. انما في ابتكارات اكتر، ممكن تحطي عليها شرائح مانجا، شرائح فراولة، ممكن تحطي عليها ايس كريم، ممكن برضو تحطي صوص توفي، صوص شوكولا، صوص كراميل، ايس كريم. يعني ممكن انتي تبتكري في موضوع الجناش ده حسب رغبتك وحسب رغبة اولادك. انما زي ما قلتلك، هي الطريقة الصحيحة او الطريقة المعهودة اللي بيقدم بيها محل الرحماني الصوبيا بتاعته، بيقدمها بالجوز الهند المبشور وبالقرفة. في اماكن تانية طبعا بتبتكر، ولكن هي دي الطريقة الصحيحة. اجمل ما في الموضوع انه معمول في البيت، انتي عارفة انتي حاطة ايه، مكونات نظيفة، وبيدي معاكي كمية حلوة قوي. لان للأسف حاليا صوبيا الرحماني تحديدا الاسعار عنده بقت عالية جدا. يعني كوباية واحدة او كاس واحد من اللي انتي عاملاه لا غالي جدا، فانتي بتعملي حاجة مضمونة وفي البيت وفي نفس الوقت اقتصادية جدا. عملت بقى الجزء بتاع الحلو، تعالوا نشوف صوبيا الرحماني المززة. برضو ليها عشاقها وكل واحد وذوقه، فانا حبيت اعمل النوعين علشان ارضي كل الاذواق. بجيب بقى بقية الخليط اللي عندي، خليط الرز اللي كان عندي، وبضيف عليه معلقة من الزبادي ونص معلقة صغيرة او ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون. ودول المكونين الاتنين بس اللي انا بضيفهم على الخليط كله اللي انا عملته في الصوبيا الحلوة، علشان احولها من صوبيا حلوة لصوبيا مززة، بمكونين اتنين بس، هما معلقة الزبادي وربع معلقة صغيرة من ملح الليمون، بيحولوا الخليط ده كله من صوبيا حلوة لصوبيا مززة. طبعا انت لو حابة تفرقي الصوبيا الحلوة عن المزة بانك يعني تخلي القوام اخف شوية، بتزودي اللبن، بس انا حبيت ان القوام يبقى واحد. وبرضو زينتها وعملت الجناش بتاعها بالقرفة وحطيتها في صينية التقديم. حاجة بجد رهيبة، انتوا اساسا مش متصورين صوبيا الرحماني دي بيبقى عليها طوابير من الناس من كل حتة من كل مكان، مش من السيدة زينب بس، لان فعلا طعمها لذيذ ومكوناتها بسيطة واقتصادية وموجودة في كل بيت. فانا حبيت ان انا اعملها في البيت، اولا لانه مناسب لحر الصيف، ثانيا عشان تبقى اقتصادية اكتر ورخيصة عن ما بيقدمها صوبيا الرحماني. وعلى فكرة بنفس الطريقة بالظبط، هو مش مزود اي حاجة خالص، انا جبت الطريقة بالظبط من صوبيا الرحماني وقدمتها لكم. لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك وشير عشان انتي تستفيدي وغيرك يستفيد. لو لسه ما اشتركتيش في القناة اعملي اشتراك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. خلصت حلقتي، ليكم مني ارق التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.